بيتكلم فيلم النهارده عن عالم الجنيات، وبطلة الفيلم جنية اسمها زرينة اللي بتشتغل في مصنع لغبار الجنيات السحري اللي لو ترش على اي حاجة بيخليها تكبر. وبتسأل زرينة زميلاتها في المصنع عن السبب اللي بيخلي الغبار ده يعمل كده، لكن زميلاتها ما بيعرفوش يجاوبوا عليها، فبتستغرب ازاي عمرهم ما فكروا في الموضوع ده. وبتسأل زرينة رئيسها ليه يتحط 26 نقطة من الغبار مش 25 مثلا، وايه اللي ممكن يحصل لو اتحط 27 نقطة. فبيقول لها مديرها انها اكتر جنية فضولية شافها في حياته، وبياخد المدير الغبار الازرق وبيرشه على الغبار الذهبي اللي بيحفزه وبيخليه اقوى. بتقول زرينة ان كل مرة بتشوف فيها المنظر ده بتنبهر زي اول مرة بالظبط. وبترجع زرينة تسأل مديرها لو كان في اي غبار بالوان تانية غير الازرق. بيقول لها مديرها ان مفيش اي نوع من انواع الغبار محفزة في الطبيعة غير الغبار الازرق، لكن زرينة مش بتقتنع وبتقول ان الواحد مش لازم يلاقيه في الطبيعة، ممكن يصنعه بنفسه. فبيحذرها مديرها ويقول لها انهم مش بيلعبوا بالغبار السحري لانه قوي جدا، وبتقول له زرينة ان هم لو ما لعبوش بيه مش هيعرفوا ابدا قدراته. بيرد عليها مديرها وبيقول ان شغلهم هو حماية الغبار وبس، وتغذيته وقياسه وحزمه وتوزيعه، ودي عاداتهم اللي بيعملوها كل يوم على مدار السنين. في الوقت ده بتطلع زرينة اسورة وبتنزلها في الغبار المسحور من ورا مديرها، ولما بتوصلها للغبار الازرق بتنط الاسورة مرة واحدة وتفضل تتحرك بسرعة لحد ما تخبط في مديرها الجني اللي اسمه جاري، اللي بيتضايق منها وبيقول لها انه للمرة الاخيرة بيحذرها ان الحراس محرم عليهم اللعب بالغبار المسحور. بتتضايق زرينة وبتدخل اوضتها اللي حولتها المعمل وتبص في الكتاب بتاعها اللي بتسجل فيه نتائج اختباراتها، وفجأة بتلاقي قدامها نقطة من الغبار الازرق. فبتبص جوه الكتاب على التجربة اللي هتحتاج فيها بذرتين من عباد الشمس وحبة رحيق ظهور القمر مع جزء من الغبار الازرق. فجأة بتلاقي نفسها نجحت في عمل التجربة بتاعتها، فبتروح بسرعة لصديقتها تينكر بيل وبتقول لها انها عايزة توريها حاجة بس لازم تفتكر قبلها ان كل الناس بتكسر القواعد. تاخدها للأوضة بتاعتها وبتوريها نتيجة التجربة انها بتقدر تتحكم في الضوء. فبتنبهر تينكر بيل لان زرينة حارسة للغبار السحري مش جنية ضوء، فبتوريها زرينة الغبار البرتقاني اللي هي عملته، وبالتالي هتقدر تعرف قدرات الغبار السحري كلها. ولما بتسألها تينكر بيل عن رأي الجن جاري في التجربة اللي عملتها، بتقول لها زرينة انه ما يعرفش حاجة عن التجربة. وبتندهش تينكر بيل لما بتعرف ان زرينة بتستخدم الغبار الازرق في تجربتها، وان نقطة صغيرة منه تقدر تعمل كل ده. فجأة بتخلط زرينة جزء تاني من الغبار الازرق بتحوله لبنفسجي تقدر من خلاله تتحكم في الرياح. بعدها بتعمل غبار وردي، وبتبدأ تينكر بيل تخاف وتقول لها ان اللي بيحصل ده خطر، انها لازم توقف كل ده. وفجأة بيقع الغبار اللي عملته زرينة على نبات صغير، بيتهز المكان كله وبيكبر النبات وبيتضخم وبيطلع في المدينة كلها، بيدخل في البيوت والمباني وبيخبط في الجن جاري اللي بيلاقي قدامه الغبار اللي عملته زرينة. وبتخرج بسرعة زرينة تشوف اللي حصل، وبيجي الجن جاري يزعق لها ويرفدها ويقول لها انه حذرها كذا مرة ما تلعبش بالغبار المسحور لان ده خطر عليهم. وبتلم زرينة حاجتها وبتقرر تمشي. بعد مرور سنة بيقام مهرجان الفصول الأربعة. بتحمس الجنيات جدا لدخول المسابقة، وبتنشغل تينكر بيل في إصلاح العربية اللي هتركبها الجنيات في المسابقة. وبتبدأ بعد كده المسابقة وبيتحمس الحضور، لكن واحد منهم اسمه كلينك بيقوم علشان يدخل الحمام. وبتدخل الجنيات للعرض الأول، وبتدخل زرينة ومعاها مجموعة زهور بتفتحهم قدام الجمهور، وبينزل منهم غبار وردي بينيم كل اللي موجودين، ما عدا كلينك اللي بيرجع وما بيعرفش حصل ايه، وبيسمع صوت الجنيات جوه العربية محبوسين، فبيخرجهم منها وبيندهشوا كلهم لما يلاقوا كل الناس نامت. بتسأل الجنيات كلينك إذا كان شاف زرينة، فبيقول لهم إنها راحت ناحية المستودع بتاع الغبار المسحور. ولما بيروحوا الجنيات للمستودع بيلاقوا زرينة أخذت الغبار الأزرق كله. بيترعبوا الجنيات لأن الشجرة المسحورة مش هتقدر تصنع غبار سحري من غير الغبار الأزرق اللي بيحفزها وبيقويها، وفي نفس الوقت الجنيات مش هتقدر تطير. وبتقرر تينكر بيل إن هي تروح تدور على زرينة، تطلب من كلينك إن هو ياخد باله من الكل لحد ما يرجعوا، خصوصا جنيات الشتاء. وفي الطريق بتقول الجنية إن الغبار الأزرق ليه وهج قوي، ولو قدروا يحددوه هيعرفوا يوصلوا لزرينة. وفجأة بيلاقوا مركب صغير عليها قراصنة ومعاهم الغبار الأزرق رايحين على سفينة ضخمة. وبتفهم الجنيات إن القراصنة خطفوا زرينة. بتروح الجنيات على المركب وبيستخبوا على الطرف بتاعها، وبيسمعوا القراصنة وهما بيتكلموا. وفجأة بيلاقوا زرينة واقفة وسطهم وبيقولوا لها يا قبطانة، فبيعرفوا إن هي مش مخطوفة ولا حاجة، وإن دي فكرتها في الأساس، وبالتالي هي ما بتبقاش محتاجة حد ينقذها. وبتزعل تينكر بيل وبتأمر باقي الجنيات إنهم يركزوا مع الغبار الأزرق علشان ياخدوه ويرجعوا المدينة. وبتنجح الجنيات إن هم يمسكوا الغبار، لكن زرينة بتجري وراهم وبتطلب
وبتطلب منهم يدوهولها. فبتسألها تينكر بيل ليه عملت كده من الأساس وليه خطفت الغبار، لكن زرينة مش بتسمع لهم وبترمي عليهم غبار ملون بيوقعهم، وبتاخد منهم الغبار الأزرق وبتطير. وبتحاول الجنيات تصحي تينكر بيل، بيقولها ان هما مش فاكرين اي حاجة من اللي حصل. ولما بتلمس تينكر بيل المية بتلاقيها اتحركت جامد وغرقت باقي الجنيات، وبيظهر فجأة ضوء شديد بيعمي عينيهم وكمان حشرات بتطلع على واحدة فيهم. وبتفهم تينكر بيل اللي حصل وبتقول لباقي الجنيات ان زرينة غيرت من قدرتهم بالغبار بتاعها. تينكر بيل بقت جنية مية، الباقيين اللي فيهم اتحولت لجنية حيوانات، والتانية جنية ضوء، وهكذا. وبتطلب الجنيات من تينكر بيل ان هي تقسم المية نصين بما انها بقت جنية مية علشان يقدروا يخرجوا بره المكان اللي ورا الشلال. وبعد ما بتخرج الجنيات بيلاقوا قدامهم تمساح صغير بيطلع من بيضة وبيحضن الجنية اللي قدامه بعد ما كانت مرعوبة منه. وبيكتشفوا الجنيات ان سفينة القراصنة اختفت. بتطلب تينكر بيل من الجنية انها تتعقب السفينة لانها جنية طيران سريعة، وبترجع الجنية بعد ما بتعرف مكان السفينة. وبتقترح جنية من الجنيات ان هم يستخدموا بيضة التمساح كمركب، وهتحركهم الجنية بسرعة علشان يوصلوا قبل ما قشر البيضة يتكسر بيهم وسط المية. وبعد ما بتوصل الجنيات لسطح السفينة بيلاقوا القراصنة بيتكلموا عن قصتهم مع زرينة لما لقيوها من سنة بعد ما سفينتهم تاهت، وطلبوا مساعدتها وما بخلتش عليهم بقدراتها السحرية. وبتوصل السفينة لجزيرة على شكل جمجمة، وتبص الجنيات من السفينة بيشوفوا شجرة الغبار المسحور، بيعرفوا ان زرينة زرعتها عشان تصنع الغبار. بترسل السفينة على الشط وبتحاول الجنيات يدخلوا يجيبوا غبار ازرق قبل ما يشوفوهم حد من القراصنة، لكن بيقابلهم فربي فبيتخضوا منه جدا. وبتطلب الجنيات من جنية ان هي تتعامل معاه وتبعده عنهم. بعدها بيلاقوا واحد من القراصنة داخل لزرينة فبيحاولوا يدخلوا وراه قبل ما الباب يتقفل. وبتسمع الجنيات القرصان وهو بيتكلم مع زرينة وبيقول لها انه مندهش ازاي غبار ازرق زي ده يبقى عنده القدرة انه يعمل غبار مسحور. تشرح له زرينة ازاي الغبار بيشتغل، وفي الوقت ده بتحاول الجنيات ان هي تسرق الغبار من على الترابيزة، لكن زرينة بترجع تاخده وتخرج بره الأوضة مع القرصان. فبتخرج وراهم الجنيات على امل ان هم يلحقوا الغبار الازرق قبل ما تحطوا زرينة في الشجرة، لكن زرينة بمساعدة القرصان بتقبض عليهم. بتحاول الجنية تتكلم معاها وتقول لها انها لازم ترجع وطنها وان ده مش مكانها، لكن زرينة بترفض وبتقول لها انها لقيت مكانها هنا وان القراصنة هنا بيقدروها اكتر. وبتأمر زرينة القرصان يحبس الجنيات في قاع السفينة، وبتحاول الجنيات انهم يهربوا لكن القرصان بيشوفهم بيرجعهم مكانهم. تبدأ زرينة في تنفيذ مخططها وبتنزل الغبار الازرق في الشجرة اللي بتبدأ تنتج الغبار الذهبي السحري. وبتنشر زرينة شوية غبار على واحد من القراصنة اللي بيبدأ يطير، بيندهش ومش بيصدق نفسه في البداية، لكن بعد شوية بيبدأ يقتنع باللي بيحصل. بيلف مع زرينة في الهواء، ولما بيتأكد القرصان اللي اسمه جيمس ان خطتهم نجحت، ان عندهم غبار يكفيهم للأبد ويقدروا يطيروا بيه، بيحبس زرينة وبيقول لها انه مش محتاجها تاني خلاص. وبتخاف زرينة وبتترعب جوه العلبة اللي حبسوها فيها وبتحاول تخرج منها، لكن جيمس بيتجاهلها وبيفتح قدامها الخريطة اللي فيها خط السير اللي عايز يمشي فيه. بيتكلم عن الانجازات اللي هيحققها بالغبار السحري. وبيتضايق القرصان اللي بيطبخ جنب الجنيات لما يلاقيهم قاعدين بيتخانقوا على سبب حبستهم وقاعدين يرموا التهم على بعض. وفجأة بيظهر التمساح اللي شافوه قبل كده وبيبدأوا يستدرجوه علشان يطلعهم من السجن. وبيشوفوا القرصان فبيحاول يقتله، لكن التمساح بيتغلب عليه وبينجح انه يخرج الجنيات من السجن. وبيطلب جيمس من باقي القراصنة انه يستعدوا علشان يتحركوا بالسفينة. وبتتنكر الجنيات وبيدخلوا جوه طقم من اطقم القراصنة عشان يقدروا يتحركوا على السفينة من غير ما يكتشفوهم حد. وبتوصل الجنيات للشجرة وبياخدوا الغبار الازرق، لكن جيمس بيطلب منهم يرجعوا الغبار والا هيموت زرينة. بترجع تينكر بيل الغبار وهي خايفة وفي نفس الوقت حزينة. ويفتح جيمس الجهاز اللي بيوزع الغبار الذهبي على السفينة كلها علشان تطير. بتبدأ السفينة في الطيران ومش بيصدق القراصنة اللي بيشوفوه قدام عينيهم. وبياخد جيمس الغبار الازرق وينط على السفينة وبيرمي زرينة في المية. وبتحاول الجنيات انها تنقذ زرينة قبل ما تغرق، وبيطمنوا عليها. وبتستغرب زرينة ان الجنيات انقذوها من الموت. بتأسف لهم، بتقول لهم ان القرصان واتباعه رايحين لمكان اسمه النجمة التانية، ولو عرفوا يعدوا من هناك مش هيقدروا يرجعوا الغبار الازرق ابدا مرة تانية. بتقرر الجنيات بمساعدة زرينة انهم يتتبعوا القرصان وينقذوا الغبار الازرق من ايده ويرجعوه لمكانه الصح. وبتدخل الجنيات السفينة وبيأمر جيمس القراصنة انهم يحاربوا الجنيات. وبتحاول زرينة انها تاخد الغبار الازرق من جيمس فبتحاربه بسيفها. وبيطلع جيمس بيطلع سيفه وبيضحك على جرأتها. وبتغير الجنيات مسار السفينة. وبيتضايق جيمس ويأمر جنوده انهم يقتلوا الجنيات ويقضوا عليهم، لكن الجنيات بينجحوا في الحرب ضد القراصنة. وبتتقلب السفينة وبيقع القراصنة منها بعد ما بيقع الغبار من فوق السفينة. وتقع السفينة عن الطيران وبتاخد زرينة الغبار الازرق بعد ما بيقع من جيمس، لكن جيمس بيقوم بياخد الغبار منها وبيقول
لها ان الحرب انتهت، لكن زيرينا بتاخد حتة غبار صغيرة وترميها على جيمس اللي بيتحرك بعدها يمين وشمال بسرعة رهيبة، وما بيقدرش يمسك نفسه لحد ما يقع في المية وسط حطام السفينة والجنود بتوعه. تنجح زيرينا مع باقي الجنيات في انقاذ الغبار الازرق، وبتطلب زيرينا من تينكر بيل انها ترجع الغبار لمدينتهم بيكسي هولو. بعد ما بتقرر تسيبهم وبتمشي، لكن تينكر بيل بتطلب منها ترجع معاهم، فبتحضنها زيرينا من الفرحة وبتوافق، وبترجع الجنيات للمدينة وبيرموا غبار على الناس اللي نامت علشان يصحوا، وبينزلوا من على السفينة ومعاهم الغبار اللي بيقدموه للملكة اللي ما كانتش تعرف انهم فقدوه من الاساس. وبيوصل الجن جري وبيحضن زيرينا، وبتحكي الجنيات عن قدرة زيرينا مضاعفة الغبار السحري، وبتوافق الملكة ان زيرينا تستخدم افكارها طالما هتفيد بيها المجتمع. وبترجع الجنيات تكمل عرض مهرجان المواسم الاربعة، بس المرة دي بمشاركة زيرينا اللي بتضيف لمستها للعرض اللي بيبهر الجمهور.